السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. النهاردة هنعمل مع بعض طبق كشري انما يستاهل بقكم. وكل اللي بيدوق الكشري اللي انا بعمله بيقول ان احلى بكتير من اللي بنشتريه من بره. والولاد قالوا يا ماما احنا عايزين نفسنا ناكل كشري. عملت لهم كشري طعمه احلى بكتير من اللي بيتباع بره. انا بصراحة ما بعترفش بكشري الحلة الواحدة، وهقول لكم ليه بس لما نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صليتوا بينا على النبي علشان كلنا كده ناخد الصواب مع بعض. اول حاجة ببدأ بيها ان انا بسلق المكرونة. معايا كده حلة بتغلي على النار، فيها كيلو من المكرونة على حسب افراد اسرتك طبعا. هجيب كده كيسين من المكرونة الاسباجيتي برضو عليهم. هنسوي كده المكرونة مع بعض كده في حلة واحدة، وطبعا حاطين الملح بتاعنا والزيت. وهنا بعد ما المكرونة بتاعتنا استوت، وطبعا صفيتها وبردتها بمية ساقعة، ودي اهم حاجة علشان المكرونة بتاعتك تطلع مفلفلة وحلوة كده، انك انتي تصفيها تحت الحنفية بمية تكون ساقعة كويس. وهنا جبت كده قطعت بصلتين كبار، قطعتهم كده جوانح ورشيت عليهم شوية من الدقيق كده، بطنتهم كويس بالدقيق علشان لما ليهم في الزيت يطلعوا مقرمشين زي بتوع المحلات اللي بنشتري منها بالظبط. اهو كده تبلتهم بالدقيق كويس، وعليهم طبعا رشة ملح. حطيت كده حبة زيت حلوين في طاسة، حابة يكونوا حلوين كده ما تستخسريش، يكونوا شوية زيت حلوين كده معاكي في الطاسة. تنزلي بكمية البصل كده كلها. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. هنا طبعا البصل على النار. هقول لكم طبعا انا بحب اعمل كل حاجة كده لوحدها، ما بحبش كشري الحلة لوحدها. هو موفر طبعا في غسيل المواعين، لان هتكون حلة واحدة بس مش هيكون بطعم الكشري اللي احنا اتعودنا عليه وبنحبه. طعم الكشري اللي انا بعمله ده احلى بكتير من كشري الحلة الواحدة، وده عن تجربة والله. هنا خلاص البصلة خدت اللون الحلو ده اللي هو اللون الذهبي ده، وهتكون كده بعد ما اطلعها من الزيت وهنصفيها كويس هتكون مقرمشة كده وطعمها حلو قوي. اهو كده خلاص كده بقت تمام وخدت اللون اللي احنا عايزينه. هطلعها كده واصفيها كويس من الزيت، علشان الزيت احنا طبعا مش هنرميه، هنستعمله في الرز. بيخلي طعم الرز بيديه نكهة حلو قوي. طبعا بعد ما هنطلع البصلة بتاعتنا في طبق كده هنصفي كمية الزيت اللي احنا عملنا فيها البصلة دي كويس. هنصفيها وهنزل كده عليها في حلة، هصفيها كده جوه حلة، وبعدين هنزل بشوية من الشعرية كده اهو لحد لما الشعرية تاخد لون ذهبي معايا كده. اهو مش هخليها ان هي تغمق خالص بالشكل ده كده. طبعا بكون غسلة الرز جنبي. هبتدي دلوقتي ان انا انزل بكمية الرز حوالي كده نص كيلو او ربع كيلو زي ما انتي عاوزة، او على حسب افراد اسرتك. معايا هنا برضو العدس بجبة. طبعا انا قبلها بشوية كنت نقعاه في مية علشان ما ياخدش سوا كتير معايا في الرز. نقعته شوية في المية كده علشان يستوي بسرعة مع الرز بتاعنا. بيدي الرز طعم حلو قوي لما بيتعامل معاه بالطريقة دي كده. اهو كده وهنقلب كويس كده، كل ما نقلب كويس يبقى طعمه احلى. هحط كده شوية من الملح اهو وشوية من الفلفل الاسود، وهنقلب كده كل الكمية اللي احنا عملناها دي كده كويس. بصراحة ريحته
ما اقولكمش بعد ما بيتعمل ريحته وطعمه حلو قوي. وطبعا هنزوده بشوية من المية كده اهو. هنخليه الاول يغلي كده على نار عالية، وبعدين نبتدي نهدي النار عليه خالص لحد لما ياخد سواه ويبقى كله كده زي بعضه. خلاص كده بقى تمام اهو، زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، مفلفل كده وطالع مية مية اهو، زي ما انتوا شايفين كده، وريحته وطعمه حكاية. دلوقتي الخطوة اللي بعدها، معايا معلقة كبيرة كده من السمنة في طاسة، هحط عليها حبة توم مفروم كده حلوين، وهي دي التركاية اللي بتخلي طعم الكشري رايح في حتة تانية. اللي هو ايه، ان احنا مش هنعمله بطشة البصل، هنعمله بطشة التوم والخل. هي دي اللي بتخلي طعم الكشري بيبقى طعمه جامد وحلو قوي اهو كده. مش هخلي برضو التومة تاخد لون كده معايا، يا دوبك كده تاخد لون حلو كده ذهبي اهو. بصراحة انا ما بحبش اشتري كشري من بره ابدا، بحب الكشري اللي انا بعمله في البيت جدا اهو كده. هنزل عليهم بشوية من الخل كده بعد ما خدت لون حلو معايا التومة بالشكل ده، هنزل عليهم كده بشوية من الخل، وعليهم عصير الطماطم على طول اهو كده. كمية حلوة كده من الطماطم، حوالي كيلو، هنزل عليهم كده بكمية حلوة كده اهو. ونقلب كده، وهنحط لها طبعا ملح وفلفل اسود، مفيش اكتر من كده وخلاص اهو كده، وفلفل اسود، مفيش اي حاجة تاني اكتر من كده. هنقلب كده ونسيبها تغلي وتتسبك لحد لما تاخدوا الطعم اللي احنا عايزينه. هنا طبعا حطيت المكرونة بتاعتنا في طبق اهو كده اهو، بعد ما بردت معايا كده اهو. هحط عليها شوية كده من الرز المفلفل الحلو ده اللي بعدس بجبة اللي احنا عاملينه وشعرية، ريحته وطعمه ما اقولكمش حلوة جدا اهو كده. وهننزل عليهم بالصلصة بتاعتنا بعد ما اتسبكت وبقت تمام كده بالشكل ده كده. هنحط بقى في اطباق صغيرة، في اطباق كبيرة، زي ما انتوا حابين اهو. هنكتر الصلصة، هنقلل الصلصة زي ما انتوا طبعا بتحبوا اهو كده. ولسه طبعا هنعمل الدقة بتاعت الكشري بتاعنا اهو. جبت البصل كده المقرمش اللي احنا عملناه اهو، حط كده. وطبعا عملت برضو حمص برضو، هنرش كده على الوش كويس، نزين بطريقة حلوة كده اهو. هنجيب كده برضو حبة كده شوية كمان من البصل، عندي بيحبوا البصل المقرمش قوي. هنجيب كده شوية من الحمص، كتري بقى الليلي زي ما انت حابة اهو كده. زين كده بشوية من الحمص كده كل جنب كده اهو. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.